في هذا العرض رح نلقي نظرة عميقة جداً على مؤشرات خطيرة، مؤشرات بتقول إن في صراع وشيك ممكن يبدأ بين الولايات المتحدة وإيران، وكل ده مبني على معلومات استخباراتية وتحركات على الأرض بتثير القلق. خلونا نبدأ بالاقتباس ده لدونالد ترامب. الكلام ده لوحده بيحط الأمور في نصابها وبيوضح حجم الخطورة من وجهة نظر وقتها. هو هنا مش بيتكلم عن مجرد خلاف سياسي عادي، لا، هو بيرسم صورة لأزمة ممكن تكون حدث يغير شكل العالم كله. الفكرة الأساسية اللي بتطرحها المصادر دي بتقول إنه العد التنازلي بدأ بالفعل. يعني إحنا خلاص عدينا مرحلة التخمينات والتحليلات ودخلنا في مرحلة الاستعداد النهائي لعمل عسكري، عمل ممكن يبدأ فيه أي لحظة، وده بيخلي مستوى التوتر يوصل لأقصى درجة ممكن. طيب خلينا ننتقل للداخل الإيراني ونشوف الاستعدادات دي شكلها إيه. التحركات اللي بتحصل هناك حسب التقارير هي تحركات غير مسبوقة، بتكشف قد إيه القيادة الإيرانية حاسة بالخطر والتهديد. اللي يثير الانتباه هنا هو تسلسل الأحداث. اختفاء المرشد الأعلى عن الأنظار وخصوصاً عن السوشيال ميديا اللي كان دايماً نشيط عليها، ده شيء غريب جداً. الصمت التام ده في وقت حرج زي ده بيقول إن في حاجة كبيرة جداً بتحصل ورا الكواليس. وهنا النقطة المحورية، استعدادات إيران مش بتوحي بحرب تقليدية، لا، هي بتشير لخوف من سيناريو معين جداً اسمه ضربة قطع الرأس. يعني هم مش بيجهزوا نفسهم لغزو، هم بيجهزوا لاحتمال اغتيال المرشد الأعلى نفسه أو عزله بالكامل. والخطوات دي بتوضح حجم الخطر بشكل لا يصدق. عملية نقل السلطة بالشكل ده ما حصلتش قبل كده أبداً. إنهم يتجاهلوا الوريث المنتظر ويسلموا السيطرة لابن تاني ما عندوش أي خبرة سياسية تقريباً، ده معناه إنهم بيستعدوا لأسوأ سيناريو ممكن نتخيله، سيناريو يتم فيه عزل القاعد الأعلى تماماً ويفضل شخص واحد بس هو حلقة الوصل لإدارة البلد كلها. طيب دلوقتي خلينا نشوف الصورة من الناحية التانية. في نفس الوقت اللي إيران بتستعد فيه كان في تحركات عسكرية أمريكية ضخمة جداً بتتجه ناحية المنطقة. القوات البحرية دي ما بتسيبش أي مجال للشك. عندنا حاملتين طائرات USS ثيودور روزفلت في البحر المتوسط و USS أبراهام لينكولن في الخليج العربي، كل واحدة فيهم على رأس قوة ضاربة. الحشد العسكري ده بيحط إيران في مرمى النيران من اتجاهين مختلفين تماماً. وهنا ترامب نفسه بيضيف عنصر جديد وغامض للمعادلة. كلامه عن سلاح سري تم استخدامه بنجاح في فنزويلا بيفتح الباب لأسئلة كتير عن نوع التكنولوجيا اللي ممكن أمريكا تستخدمها ضد إيران. المصادر الاستخباراتية اللي بنستعرضها بتسمي السلاح ده المربك، ويتقال أن عنده قدرة يشل أي نظام دفاع جوي بالكامل، وده بيخليه سلاح ممكن يغير قواعد اللعبة تماماً، لأنه ببساطة بيلغي قدرة أي خصم على الدفاع عن نفسه. التفاصيل اللي بتذكرها المصادر عن السلاح ده غامضة ومقلقة جداً. بيتقال إنه ممكن يكون سلاح صوتي، والتقارير بتزعم إن آثاره ظهرت في فنزويلا، لدرجة إنها بتتكلم عن إعادة جثث جنود في صناديق صغيرة. بغض النظر عن مدى صحة الكلام ده، مجرد وجود الغموض ده بيحط المخططين العسكريين في إيران في موقف صعب جداً. الصراع المحتمل ده مش مجرد مواجهة بين دولتين وخلاص، تبعاته بدأت تظهر على الساحة العالمية وبدأت تأثر على الاقتصاد والدبلوماسية وحتى على حياتنا اليومية. الرسم ده بيوضح إن إيران تبدو لوحدها في الموقف ده. روسيا حسب المصادر عندها اتفاق إنها ما تتدخلش، والصين بتلعب دور انتهازي، بتبيع سلاح بس في نفس الوقت مهتمة أكتر بدراسة التكنولوجيا الأمريكية. إسرائيل على الجانب الآخر بتلعب دور نشط جدا وبتجهز للهجوم. الحليف الوحيد اللي ممكن يرد بشكل واضح هم الحوثيين، وده بيهدد بتوسيع الصراع أكتر. وهنا بنشوف الآثار الملموسة على أرض الواقع. شركات طيران عالمية بتلغي رحلاتها، شركات الشحن بتغير مسارها وبتتجنب قناة السويس، والبعثات الدبلوماسية بتغادر. دي مش مجرد استعدادات عسكرية، دي مؤشرات بتقول إن العالم المدني والاقتصادي بدأ ياخد خطوات وكأن الحرب وقع بالفعل. الرقم ده صادم بكل المقاييس. المصادر بتقول إن عدد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة مش بالآلاف، لا، ده بيتجاوز 30,000. لو الرقم ده صحيح فهو بيحط مسؤولية أخلاقية ضخمة على المجتمع الدولي وبيزود الضغط على أمريكا عشان تتدخل. بعد كل اللي استعرضناه ده بنوصل للسؤال الأهم، إيه هي النتائج المحتملة للصراع ده؟ المصادر بتحلل خيارين والاتنين أسوأ من بعض.
المعضلة اللي بتواجه الدول العربية المجاورة حسب التحليل ده واضحة جدا. لو إيران انتصرت نفوذها وميليشياتها حيزيدوا قوة وتهديد، ولو خسرت حيتم تنصيب نظام جديد حليف لأمريكا وإسرائيل، وده كمان بيعتبر خسارة استراتيجية لدول الجوار وبيغير موازين القوة كلها. يعني الخلاصة هي إنه مفيش سيناريو كويس هنا. يبدو إن المنطقة كلها على وشك الدخول في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، بغض النظر عن مين اللي هيكسب في المعركة العسكرية دي. وفي الآخر ده السؤال اللي بيفضل مطروح. مع تصاعد التوتر واقتراب ساعة الصفر، يمكن الموضوع ما بقاش عن مين اللي هينتصر، لكن عن إيه هي أقل النتائج ضرراً في مستقبل شكله غامض ومقلق جداً. شكراً لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.